ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من يوم جديد من حياتي. بس النهارده بقى اليوم هيكون مختلف تماما لاننا اخيرا والحمد لله خلصنا امتحانات. لسه مخلصين امتحانات الصبح، فقلنا بقى نبتدي الاجازه كده على طول علشان نشوف كده اليوم النهارده هنعمل فيه ايه. كده عايزين نعمل كذا حاجه لان هم طبعا زهقانين جدا والامتحانات كانت طويله وتقيله، فعايزين بقى ناخد اليوم كده من اوله ونعمل فيه كذا حاجه. بس لسه بقى مش مقررين هنعمل ايه. بس طبعا هم خدوا الاجازه وانا كمان قلت بقى اخد الاجازه، فمش هعمل بقى كنت اكل ولا اقف في المطبخ. فاول حاجه هنعملها تقريبا يعني ان احنا نروح نتغدى بره، بس هنروح فين لسه مش عارفين. فلسه هنشوف بقى مع بعض، فتابعوا بقى معانا الفيديو لحد الاخر علشان خاطر تكملوا معايا اليوم وتشوفونا هنعمل ايه وتعيشوا معانا بقى الفلوج بتاعنا. بصوا يا ولاد بقى الجمال ده، بصوا المنظر التحفه ده، والله منظر البحر كده حاجه يعني تجيب لكم طاقه ايجابيه كده. في بقى شويه طراوه كده وهوا، بجد حاجه منعشه منعشه. طبعا اسكندريه، بحر اسكندريه زي ما انتم شايفين كده. هقول لكم بقى احنا فين وجايين نعمل ايه هنا. بصوا بقى المكان اللي احنا فيه ده في بحري، هي عباره عن ساحه كبيره قوي كده، والساحه دي بيأجروا فيها سكيت يعني بربع ساعه بالنص ساعه. ففريده بقى كانت مصممه ان هي نفسها تجربه، عمرها ما ركبته قبل كده، فقلنا نيجي نجرب. هوريكم دلوقتي الساحه قد ايه، ويعني في كذا حد بقى واقف بيأجر سواء بقى ربع ساعه نص ساعه ساعه زي ما انتوا عايزين. ولو حد مش بيعرف يركب السكيت بيبقى في ناس ان هي ايه تحاول ان هي تعلمه كده لو هو ما ركبش السكيت قبل كده. بس فريده اجرته وباباها هو بقى اللي ماسكها، يعني ما خليناش حد يعلمها. فهنجرب كده ونشوف بقى ايه الدنيا هتبقى عامله ازاي. طبعا الموضوع يعني مضحك جدا جدا لاي حد يكون ما ركبش سكيت قبل كده، فبتبقى مهزله بصراحه. بصوا بقى الساحه قد ايه كبيره جدا، يعني انا كده واقفه في النص وهي بقى ممتده لحد هناك كده وورايا كمان. هوريكم دلوقتي الساحه بصراحه كبيره كبيره جدا جدا. بصراحه الفكره عجبتني قوي قوي لان هي يعني ممتعه وحلوه قوي في ان هي امان بصراحه، لان طبعا مقفوله من هنا ومقفوله من هنا، يعني البحر هنا والشارع هنا وهي في النص، فطبعا امان جدا بصراحه. فكره جامده. هتلبسي واحد واحد تمسكيه لحد ما يخلص ده، خلص ربع ساعه بتاعته تاخدي ربع ساعه تاني. في بيمرنوا بس يعني بتحطي 15 لربع ساعه و15 للمدرب. ماشي هيبقوا 30 ربع ساعه ب 30 معاكي مدرب. نعم ماشي يا حبيبتي علينا الاثنين. الشنطه بتاعتي مقاسك يا فريده؟ مقاسك؟ مثلا لابسه شباب ولا ايه؟ لابسه شراب هي هو مين اللي فيكم خالص؟ كله خالص. فين الستات؟ واحد اخدوا في واحد اهو انتوا عايزين عايزين نشوف الابداع بقى دلوقتي. ها عايزاك تبدعي تبدعي تقولي ابدعي، عايزاكي تبدعي. يلا برافو برافو. ايوه حاولي حاولي، لازم تحاولي، افضلي حاولي. ها برافو، ماشي ماشي. ايوه احنا اهم حاجه عايزين نروح من غير خساير. احنا عايزين نروح من غير خساير، مش عايزين كسر مثلا، يعني لو جت على تعويره ماشي لكن مش عايزين كسر. ايه الضحك ده؟ ماشي حاولي حاولي.
برافو، ماشي. اوعي تستسلمي، ما تستسلمي. لا لا، هتقعي. ما اقولكيش هتقعي، طب مش هتقعي. اوعي انت كده. ده سكيت، ده سكيت الزاد. يا لهوي، الحقوا، امسكوها. اشبعنا بقى رغبة فريدة هنا، وركبت بقى السكيت. يعني مهزلة بس ممتعة والله. بالنسبة لأول مرة لا، يعني ضحك بقى، كلها ضحك، علشان خاطر طبعا هي اساسا مش عارفة تركبه ومفيش حد بيساعدها. بس كانت تجربة حلوة بصراحة. لسه بقى هي هتفكر كده وتشوف هي بقى ايه، هتكمل ونحاول نشوف مكان تشترك فيه كده عشان تتدرب ولا هتعمل ايه. فهي كانت النهارده جايه تجرب، يعني نشوف هل الموضوع هيبقى حلو بالنسبه لها ولا لا. بس هي حاسه ان ايه، حلو. احنا بقى دلوقتي خلصنا خلاص السكيت، عشان دي اول حاجه احنا عملناها النهارده، عشان هي كانت عايزه تروح في النور كده والشمس قبل ما الدنيا تليل علينا. وطبعا ما اكلناش بقى لسه لغايه دلوقتي، فهنحاول بقى نشوف مكان ناكل فيه. لسه برضو مش عارفين هنروح فين. احتمال كده نروح زوق. لسه يعني ايه، نتشاور كده مع بعض ونشوف بقى هنعمل ايه. خليكم برضو معانا بقى، واهم حاجه ما تنسوناش بقى باللايك والشير. وطبعا لو اول مره بتشوفونا ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه. اخترنا بقى ان احنا نيجي زووق علشان نتغدى. زووق ده مجمع كافيتريات كده ومطاعم مختلفة كتير، وتقريبا اغلب الكافيتريات والمطاعم اللي موجودة هنا بيكون فيها اوت دور واون دور. اول ما وصلنا المطعم ده قعدنا في الاوت دور علشان نقعد كده على البحر في مكان مفتوح، بس بجد لقينا الجو برد جدا. فنزلنا بقى قعدنا في الاوت دور، بس برضو الفيو على البحر، فالفيو حلو قوي قوي. اخترنا المطعم ده بقى بالذات بناء على طلب ملك، لان المطعم ده بتاع بابا صاحبة ملك، وصاحبة ملك كانت موجودة في المكان، فكانوا عايزين يتقابلوا مع بعض. فقالت لنا ايه، تعالوا بقى نروح هناك نتغدى وانا اقعد مع صاحبتي. وصاحبة فريدة برضو كمان كانت موجودة هناك، فحبوا ان هم يقعدوا مع اصحابهم. قلنا لهم ماشي مفيش مشكلة. فطلبنا بقى كلنا برجر كده زي بعض. في ناس طلبت برجر عادي وناس تانية طلبت برجر بالتشيز، والوجبة بيجي معاها كده كول سلو وبطاطس. والاكل بصراحة كان حلو قوي قوي. والموضوع ولا هو دعاية ولا اعلان للمطعم خالص، لان انا ولا قلت اسمه ولا صورته ولا حاجة خالص. انا بس بحكي لكم اللي حصل لنا في يومنا، بما ان ده الفلوج بتاعنا النهاردة، وحبيت ان انا اشارككم فيه بكل تفصيلة حصلت معانا النهاردة، علشان تستمتعوا معانا كده باليوم وكأني خرجتكم معايا. انا عارفة كويس قوي الناس اللي بتتفرج على الفلوجات بتستمتع بالظبط كأنها هي اللي خرجت، وبيبقى المناظر بالنسبة لها ممتعة كده. فاحنا هدفنا ان احنا نسليكم، وفي نفس الوقت بنشارككم اجزاء كده من يومنا، سواء بقى كانت بره البيت او جوه البيت. في كل الاحوال بنشارككم كده اجزاء من يومنا. هو ده بيكون المحتوى بتاعنا. فيا رب يكون عاجبكم، وتعملوا لنا لايك كده على الفيديو علشان خاطر يوصل لاكبر عدد من الناس، والفيديوهات كده ترتفع وناس كتير كده تشوفها. خلصنا بقى الغدا بتاعنا. ده الممر بتاع زووق اللي بيكون موجود فيه كل المطاعم والكافيتريات. طبعا بعد ما نزلنا قلنا نتمشى كده شوية في الممر. برضو الجو كان حلو قوي. للاسف هو فوق في المطاعم في الاوت دور بيكون برد قوي، لكن تحت الجو بيبقى لطيف جدا. فتمشينا برضو كده شوية، قعدنا كده على البحر حبة، وبعد كده اتمشينا كده اتفرجنا على الأماكن الموجودة في زووق كلها. لأن بصراحة كنا أول مرة نروح هناك، ما كناش جربنا الأماكن دي خالص. حتى المطعم ده برضو كنا أول مرة إن احنا نروحه. واحنا من عادتنا بنحب يعني ايه ان احنا نجرب. فلما ملك طلبت قلنا نجرب مفيش مشكلة. خلصنا بقى هناك. فريدة قالت تعالوا بقى ايه نبص شوية كده على شوية لبس، لان هما بصراحة محتاجين لبس صيفي. فروحنا كده على LC وايكيكي. فريدة قعدت تختار شوية حاجات كده، كانت حاسة ان هي كويسة، بس بصراحة في اللبس ما طلعتش لايقة عليها. اخترنا كده شوية حاجات وقعدت تقيسها، بس للأسف ما جبناش منها حاجة خالص. مش عشان الأسعار إلى حد ما تعتبر مش وحشة، وفي مجموعة هناك حلوة قوي حريمي برضو، والأسعار كويسة. بس طبعا اللبس بيكون أذواق، ففي اللبس كمان الحاجة بتبقى مختلفة تماما عن الصور أو عن وهي متعلقة كده على الاستندات. فبعد ما فريدة اختارت الأربع حاجات دول، دخلت بقى تقيسهم، فحسيتهم لا مش حلوين عليها وشبه حاجات تانية كتير عندها. فقلت لها خلاص بقى خلينا يوم تاني نبقى ننزل كده مخصوص للبس براحتنا، علشان خاطر ايه نبقى نتفرج في كذا محل وفي كذا مكان.
لان هم محتاجين لبس صيفي وكمان محتاجين طبعا لبس للعيد. وبما ان هم لسه مخلصين امتحانات فما لحقناش الفتره اللي فاتت دي كلها نجيب اي حاجه. الساعة بقى دلوقتي 11 ونص، احنا بره تقريبا من الساعة 4، فيعني اقسم بالله خلاص مش شايفة قدامي. حاسة ان انا كده يعني ايه جبت اخري، لان انا صاحية من الساعة 7 ونص الصبح، ووديت ملك الامتحان استنيتها لحد ما خلصت، وبعد كده رجعنا البيت، وبعد كده جهزنا ولبسنا ونزلنا. فاليوم يعني بجد طويل جدا، واصلا كنت نايمة امبارح الساعة 4 ونص، فكل اللي نمتهم من امبارح لحد النهارده هم 3 ساعات. فيعني مش شايفة بقى قدامي خلاص. هما بقى دلوقتي عايزين بقى اخر حاجة كده ان شاء الله يعني، ونختم بقى اليوم بالسلامة. عايزين يشربوا حاجة، فاحتمال كده احتمال واحنا مروحين على السكة نروح كده كل واحد بقى يشرب حاجة عشان نروح بقى كده ايه تمام، يبقى مش عايزين حاجة خالص خلاص، ونروح بقى على النوم بإذن الله. فكملوا برضو معانا لاننا احنا كمان لسه مكملين. معلق في الشارع كله بطريقة غير طبيعية. ايه ده بجد؟ في ايه؟ كل ده افتتاح محمصة ليه؟ ليه؟ ده ايوه بص، ده الشارع كله من البداية للنهاية، يعني من بداية ابو قير لحد الترام. ايه ده؟ يمكن صلاح بيت. بس بصراحة المنظر حلو قوي ايوه قوي قوي قوي، يعني مبهج قوي. وصلنا بقى علشان نشرب عصير. المكان ده قريب من البيت عندنا، وفي نفس الوقت بيكون فيه قاعدة جوه، فقلنا بقى ايه نروح مكان قريب من البيت عشان نشرب العصير اللي احنا عايزينه، وبعد كده نروح على طول. بتاع العصير ده او محل العصير ده اسمه حسن، هو مشهور عندنا جدا في اسكندرية وليه فروع طبعا، بس ده اقرب فرع للبيت لينا. عنده بقى يعني حاجات كتيرة جدا جدا، كل حاجة تتخيلوها موجودة، ميكسات، عصاير فريش، حاجات زي المشروبات الساقعة بتاعة النسكافيه الفرابيه، والحاجات دي كلها موجودة، وأسعاره حلوة قوي، وحاجته بقى فعلا فريش وتحفة. دي الحاجات اللي احنا طلبناها، كل واحد طلب حاجة مختلفة زي ما انتوا شايفين كده. فقلنا ننهي يومنا بقى بحاجة يعني خفيفة كده، علشان خاطر بقى كنا بجد تعبنا قوي قوي ومحتاجين خلاص ان احنا نروح. قلت لهم تشربوا العصير، اكلتوا وشربتوا واتفسحتوا ولعبتوا واتبسطتوا، نروح بقى على البيت على طول على النوم. وبكده ده كان يومنا وفلوجنا معاكم النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوناش بقى بلايك وشير، واشوفكم على خير. باي باي.